السلام عليكم. اهلا بكم حبايبي في مطبخ ميرو. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه جديده للبطاطا. هنعمل مع بعض البطاطا بكريمه مميزه، طاجن كده تحفه هيحبها الصغار قبل الكبار. بكريمه مميزه مش هتلاقي فيها اصلا طعم البطاطا، حاله كده يوديكي في حته تانية خالص. هنغير مفهومك عن البطاطا ان شاء الله. مغذيه جدا. وقبل ما نبدأ وصفتنا، اللايك والشير الحلو بتاعكم، ويلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا الجميلة التحفة دي ونشوف مقاديرها عاملة ازاي. يلا بينا. هيكون معايا ان شاء الله 2 كيلو من البطاطا المشوية، معلقتين من السمنة، 3 معالق من السكر، 3 معالق من اللبن البودر، 3 كوبايات لبن، معلقة نشا ومعلقة دقيق. اول حاجه نزلت البطاطا بتاعتي كلها في البوله دي عشان اضيف بقيه المقادير فيها واقول لكم هنعمل فيها ايه بالظبط. بالمنظر ده ما شاء الله، بصوا مستويه ازاي. انا سويتها زي ما قلت لكم على عين البوتاجاز كده، بالورق الزبده، وحطيت عليها 3 معالق من السكر، ربع كوبايه من الميه، وسبتها تغلي خالص. اهم حاجه بطنها من تحت بورق الزبده كده واسيبها بتستوي بالبخار. بتبقى طريقه السوا بتاعتها اسرع من الفرن، طريقه الشوي بتاعها اسرع من الفرن. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، لازم تبقى مستويه بالطريقه دي عشان اهرسها تبقى سهله معايا في الهرس عشان الطاجن بتاعي. يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجه هنزل معلقتين السمنه بتوعي كده على البطاطا تطعمها بالمنظر ده كده. تمام. بعد كده هنزل مقدار حوالي معلقتين من السكر، معلقتين كبار كده او 3 معالق كبار سكر لو بتحبها محليه قوي. 3 معالق كبار سكر اهو. تمام. 3 معالق لبن البودر اهو. انا حاطه دول 3 معالق بالظبط. تمام. بعد كده هنزل بكوبايه واحده بس من اللبن على البطاطا بتاعتي. الكوبايتين التانيين دول بتوع الكريمه. تمام. يبقى كوبايه واحده بس من اللبن على البطاطا بتاعتي. يلا بينا. بعد ما نزلت بكوبايه اللبن على البطاطا والمقادير كلها التحفه دي، ريحتها تحفه جدا، ههرس المقادير بتاعتي كلها مع بعض كويس قوي كده. تمام. شوفوا ما شاء الله يا جماعة، البطاطا القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. اعمليها بالطريقة دي وانسي اي طعم بطاطا كلتيها بعد كده. واللي مش هيحب البطاطا بالطريقة دي هيحبها جدا جدا، لان طعمها كده هيختلف، هيبقى حاجة كده كريمية تحفة. الاطفال هيحبوها قبل الكبار. كل اللي ما بيحبش البطاطا هيحبها بالطريقة دي. يا جماعة جربوها بأمانة هتعجبكم جدا. قيمة غذائية عالية جدا لأطفالك. طعم تحفة كريمي، مش هتبان اللي هي بطاطا اصلا. وما شاء الله الايام دي البطاطا حلوه، استفادي بيها. قيمتها الغذائيه عاليه جدا يا جماعه. ما شاء الله تحفه تحفه بجد. جربيها بالطريقه دي. وان شاء الله هتعجبك جدا. هقلبها كويس قوي كده بالطريقه دي كده اهو. ما شاء الله كريميه واتهرست معايا سهل ازاي. مش محتاجه ولا اي بلندر ولا اي حاجه، لان انا عاملاها مش شوياها كويس قوي، فده القوام المظبوط بتاعها. تمام. لو حابه تحطي في المرحله ديت شويه جوز شويه زبيب، براحتك خالص، الموضوع ده اختياري، بس انا بفضلها ساده في التوقيت ده اهي. شفتوا ما شاء الله. هبدأ انزلها في الطاجن بتاعي كده ونشوف هنعمل فيها ايه. يلا بينا. معايا حبايبي الطاجن بتاعي او الصينيه المتوفر عندك اعمل ايه. انا دهنته كده زبده او سمنه من تحت. تمام. هنزل بقى بالكلام الحلو ده كله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طعمها اصلا بالتوقيت ده تحفه، ولسه هنحط لها الكريمه كمان. مش هتصدقي اللي دي البطاطا اللي احنا عاملينها مع بعض. بسم الله ما شاء الله. مش هتصدقي اللي ده طعم بطاطا اصلا. هتغير طعمها خالص يا جماعه. انا مش هضيف الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا حبايبي، انا ضفت شويه في البايركس ده وشويه الباقيين هعمل بيهم كده زي كبات بتاعت بره، او ال الورق الفوم اللي انا وريته لكم قبل كده. اهي حبايبي نسويها كده على قد ما نقدر. بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. ما شاء الله مهروسه جدا، مش معموله صح. المقادير مظبوطه جدا يا جماعه، امشوا عليها هتحلفوا بطعمها. مش هتعملوا اي طريقه تانية الا الطريقه دي. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. نبدا بقى نجهز طبقه الكريمه بتاعتي. يلا بينا.
يلا حبايبي نجهز الكريمه بتاعتي. معايا كوبايتين من اللبن هنزل بيهم كده في الحله بتاعتي على البارد قبل ما احطهم على النار. اهو اهو حبايبي الكوبايه التانية. بعد كده هنزل بمقدار معلقه الدقيق ومعلقه النشا، معلقه واحده، يبقى كوبايتين اللبن عليهم معلقه دقيق واحده، معلقه نشا، وبرده هنزل بحوالي معلقه من السكر. هقلب كده الكلام الحلو ده مع بعض على البارد يا جماعه، انا لسه ما ضفتهاش على عين البوتاجاز. هقلبهم على البارد وبعد كده هضيفهم على البوتاجاز لحد ما الكريمه بتاعتي تتقل، وهبدا انزل عليها في الطاجن بتاعي عشان تدوقي احلى طاجن بطاطا. مش هتصدقي اصلا اللي ده طعم بطاطا خالص. بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا. اهو حبايبي ده شكل المهلبيه بتاعتي، ما شاء الله كريميه ازاي، مقاديرها مظبوطه جدا. كوبايه لبن عليها كوبايتين لبن، يبقى عليها معلقه من الدقيق، معلقه من النشا، يعني كل كوبايه لبن بتاخد معلقه دقيق او معلقه نشا. المقادير مظبوطه جدا. حطيتي كوبايتين لبن يبقى معلقه دقيق معلقه نشا، حطيت 4 كوبايات لبن يبقى معلقتين دقيق معلقتين نشا. ضعف الكميه براحتك على حسب ما انت عامله. وانا هنا زودت برضو في القوارب ديت عشان تشوفوا كذا طريقه، في البايركس او في القوارب دي جاهزه بيبقى تحفه، او في اي صينيه زي ما تحبي خالص. تمام. هبدأ بقى اضيف على المهلبية الجميلة دي عشان اقوم طعمها كده واخليها تحفة جدا كمان. هبدأ اضيف معلقة كبيرة من القشطة. انا معايا القشطة اللي هي وش اللبن دي اختياري، بس طبعا بتقوم طعم المهلبية بتاعتي، بتخليها تحفة جدا. هنزل بمعلقة القشطة، معلقة واحدة كده من وش اللبن دي اختياري، بس هي طعمها بيبقى حلو فيها قوي، بيديها قوام كريمي اكتر. تمام. وهنزل بمعلقة واحدة من السمنة اهي عشان تخليها كده جوسي معايا وطريه وحلوه. وهنزل عليه بظرف من الفانيليا اهو، كل ده عشان يقوم الطعم بتاعي معايا اهو حبايبي. هقلب الحاجات الجميله دي مع بعض. طبعا المهلبيه بتاعتي لسه دافيه، انا سبتها تستهدى شويه صغيرين عشان اعرف اصبها في القوالب بتاعتي. هحط الحاجات فيها كده وهي دافيه. بصوا السمنه بتاعتي ساحت ازاي على طول. سمنه زبده اللي عندك حطي فيه مفيش مشكله. طبعا انا مظبطه السكر بتاعها بس مش مخليها مسكر قوي، لانها هحط على الوش سكر بودره فمش مسكراها قوي. تمام. هقلب الحاجات الحلوه دي كده مع بعض. بصوا حبايبي ما شاء الله الكريمه بتاعتنا بعد ما زودنا على الاضافات دي ناعمه جميله جدا. انسيابيه، انا عايزاها كريمي كده، قوامها تحفه وطعمها تحفه. هنبدا دلوقتي نصبها على الطاجن بتاعنا كده ونشوف هيبقى عامله ازاي. يلا بينا. هبدأ حبايبي اصب كده الكريمة المميزة ديت على وش الطاجن بتاعي. بسم الله ما شاء الله، كريمة غنية جدا طعمها تحفة. والتركاية بتاعت اللبن البودرة والسكر اللي قلبناها مع بعض مع اللبن في البطاطا خلت برضو طعمها تحفة جدا. الاتنين مع بعض هيبقوا حالة كده، مش هتميزيه اصلا اللي ده بطاطا او معمول من البطاطا. جربوها بجد هتعجبكم جدا، قيمة غذائية عالية. انا هنا برضو ضفت قوارب، لو حابة تعمليها نظام البايركس او الصينية اي حاجة، او نظام قوارب زي ما انا عملت كده بتبقى تحفة برضو قوي. ما شاء الله كمية الكريمة مظبوطة، مقاديرها مظبوطة. معلقتين الدقيق والنشا على كوبايتين اللبن، يبقى كوبايتين اللبن اخدوا معلقة كبيرة نشا معلقة كبيرة دقيق. حابة تضاعفي الكمية بتاعت الكريمة مفيش اي مشكلة، هتضاعفيها بنفس المقادير. تمام. وما شاء الله تركاية برضو القشطة، وش القشطة حلوة بتخلي الكريمة بتاعتي غنية اكتر. تمام. هصبها بالطريقة دي وهسويها. بعد كده المفروض كل حاجة عندي كده مستوية، الكريمة بتاعتي مستوية والبطاطا مستوية. هبدأ اضيفها بس تحت الشواية، وعشان تاخد اللون الذهبي المكرمل الجميل كده فوق الوش هحط فوق الوش سكر بودر كده على وش الطاجن بتاعي. انا ما ضفت السكر كتير في الكريمة بتاعتي عشان هضيف فوق الوش سكر بودر. عايزة تزودي عادي حسب الرغبة. بعد ما سويت الطاجن العسل بتاعي دوت، هبدأ اضيف السكر البودر فوق وش الطاجن بتاعي واضيفها تحت الشواية تاخد اللون الكراميل الجميل، وهوريكم شكلها عامل ازاي. وده حبايبي الطاجن بتاعي تحفة جدا بعد ما خرج من الفرن. شكلها عسل، ريحتها تحفة، هتعجبكم جدا. مش هتميزوا اللي هي اصلا بالبطاطا، قيمة غذائية عالية جدا لأولادنا.
تحفة جدا، جربيها بالطريقة دي هتعجبكم، وتدعوا لي دعوة طيبة في الكومنتات. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يعمل لي الاشتراك الجميل واللايك والشير، وتكتبوا لي كده وصفات انتوا عايزينها اعمله لكم وطلباتكم اوامر. اهم حاجة تدعموني بكلمة طيبة واللايك والشير الحلو بتاعكم والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد ووصفات جديدة احلى واحلى ان شاء الله. يلا نقطع الطاجن الجميل بتاعنا. بصوا ما شاء الله، قطعة واحدة تحفة كريمي. عايزة اقول لكم يا جماعة بجد الطاجن ده حكاية. بعد كده مش هتعملوا البطاطا الا بالطريقة دي، لو جربتوه هيعجبكم جدا جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا كان عندي كيس كراميل زينته كده فوق الوش. نبدأ بقى ندوق طعمه الجميل كده التحفة. يلا بينا. بجد وهمية، طعمها تحفة، أنصحكم تجربوها، وألف هنا وعافية على قلوبكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.